عندي تجربه كانت في الشرب، الحمد لله الواحد خلص منه، والاربع ساعات دول كانوا مع ربنا بين الحياه والموت، وتنادي ربنا وتطلب منه انه يقف معاك ويقف معاك، يبقى عندك دم بقى وبعد كده ولازم تلتزم. حالته النفسية اتدمرت وأدمن الخمرة، وكان بيشرب بشراهة وبيحتفظ بأزايز الخمرة في البيت وكان هيروح فيها، وربنا اداله فرصة تانية علشان يتوب ويرجع عن طريقه. فاجأ الفنان خالد الصاوي الجمهور باعترافات صادمة عن حياته الشخصية في فترة كان بيمر بيها بأزمات نفسية صعبة، خاصة انه وقتها كان وحيد، وده اللي خلاه يدمن على الخمرة والكحول لدرجة انه كان هيخسر حياته بسبب شرب الخمرة، وعاش أصعب 4 ساعات في حياته. فيا ترى ايه هي الحكاية؟ حكى الصاوي انه فترة قبل الجواز كان بيعاني من الوحدة، وكان عايش فترة طويلة لوحده في البيت وبيمر بأزمة نفسية. وقتها وقع خالد الصاوي في طريق الخمرة كوسيلة انه يهرب من اللي هو فيه وينسى وحدته، لدرجة الإدمان على الخمرة ولدرجة وجودها في البيت. وفي يوم كان خالد بيشرب ومحتفظ بأزايز الخمرة على مكتبه، فضل يشرب بشراهة من غير ما يحط في اعتباره حالته الصحية، لحد ما فجأة حس ان قلبه فيه مشكلة وان ضربات قلبه فيها اختلال. وقتها بدأ الرعب يدخل قلبه، وحس ان خلاص قلبه هيقف وان نهايته قربت وهيموت. كل اللي كان في تفكير خالد الصاوي وقتها انه عايز فرصة تانية، مش عايز يموت وهو مخمور ولا يقابله وهو مش جاهز، وكمان خايف من الفضيحة ان حد يشوف ازاز الخمر على مكتبه بعد ما يموت. وبيحكي خالد عن اصعب 4 ساعات عاشهم في حياته بعد الازمة اللي جات له بسبب شرب الخمر. فضلت 4 ساعات مش عارف اقوم ولا انام، اتوسلت لربنا وقلت له اديني فرصة اخيرة قابلك بيها وانا كويس، مش عايز اموت كده، طب اشيل البلاوي اللي موجودة على المكتب. ونمت لمدة 4 دقايق بالظبط، وكأني نمت 8 ساعات. صحيت لقيت ضربات قلبي منتظمة كأن ما فيهاش اي حاجة خالص. وقتها عرفت ان ربنا استجاب لدعائي. شكرت ربنا كتير بعدها وبطلت خمرة، علشان الموت وانت جاهز جميل، لكن المشكلة لو انت مش جاهز. اتفاجئ المتابعين من تصريحات خالد الصاوي وتفاعلوا معاه وقالوا له ان ربنا حب يديله انذار علشان يرجع عن الطريق اللي هو فيه وعشان يروح له وهو جاهز زي ما بيتمنى. وقالوا في تعليقاتهم ربنا ادالك فرصة تعيش حياة جديدة، ما تضيعهاش من ايدك، وحافظ على صحتك وابعد عن الخمرة. الخمرة لعنة، الحمد لله ان ربنا ادالك فرصة تانية. خالد الصاوي من افضل الممثلين، الحمد لله ان ما حصلكش حاجة وربنا كان حابب يديك انذار بس. كمان دي مش اول مرة يتكلم فيها خالد الصاوي عن حاجات صعبة مر بيها في حياته الشخصية، فسبق وصرح ان الفن انقذه من حاجات كتير كانت هتوديه للجنون، وقال انا حاليا احسن من الماضي، انا ماشي صح، الفن انقذني من الجنون والانتحار والادمان وكل العبث. ادمنت في فترة ولكن مش فخور بيها لانها معصية، ولن اجهر بجريمة اكيد. اللي عايز اقوله بعد ما لفيت وعملت كل حاجة، اتجوزت ورجعت ظبطت اكلي وشربي والعب رياضة من تاني. بلاش تجرب، لو عايز تجرب اتفرج على اللي جربه. في حاجات لو عملتها هتخسر نفسك، هتخسر صحتك وفلوسك وفرصك وثقتك في نفسك. لو انت مش قوي وشايف انك ممكن ترجع، مش هتعرف انت قوي ولا لا، لذلك بلاش من الاول. حاليا خالد الصاوي مركز على صحته وبيحاول يتعالج من الازمات الصحية اللي مر بيها، وكمان يكون متواجد في اعمال فنية اكتر.